اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مساء الخير. كنت فين يا ملك؟ كنت بشتري حاجات. مي بتقول انها سابتك من ساعتين. في ايه يا جماعة؟ ملك عروسة ومحتاجة تجهز. تعالي يا حبيبتي وحشتيني. يلا علشان انا جهزت العشاء. وبعد شوية عمر راح لها علشان يقعد معاها شوية، وكانوا قاعدين في الجنينة. مالك يا عمر؟ انت اللي مالك يا ملك؟ بقالك كام يوم مش على بعض. بيتهيألك يا حبيبي. انا كويسة مفيش حاجة. كنت فين النهاردة كل ده؟ هو انا مش عروسة وبجهز؟ انت مش مخبية عليا حاجة؟ لا هخبي عليك ايه يعني يا عمر؟ ماشي، كل حاجة هتظهر في ميعادها. طب تعالى نقعد معاهم. وتاني يوم نزلت ملك هي وعمر علشان يحجزوا القاعة. أنا مش مصدق بجد. معقول فرحنا باقي عليه أسبوع؟ ملك انت معايا؟ بتكلمني؟ سرحانة في ايه؟ أبدا، بفكر هخلص ازاي في الفترة دي. ما تلاقيش، كل حاجة هتجهز إن شاء الله. وراحوا قعدوا على البحر علشان يهدوا أعصابهم شوية. ملك سندت على كتف عمر. فاكر آخر مرة كنا هنا؟ هو ده يوم يتنسي؟ يومها اتخانقنا بسببك. يومها كنت فرحانة قوي علشان خفت علي، بس دلوقتي بقيت خايفة. خايفة من ايه؟ خايفة عليك يا عمر. يومها انت زعلت وانهارت بمجرد التفكير ان انا مت، وفضلت زعلان مني. وكل شوية اتخيل لو حصل لي حاجة انت ساعتها هتعمل ايه؟ حالتك هتبقى عاملة ازاي؟ ليه بتقولي الكلام ده؟ بعد الشر عليك عمر، اوعدني انك هتبقى كويس لو حصل لي اي حاجة. وعيش حياتك يا حبيبي، انا هبقى مبسوطة وانت كويس. ملك ما تخوفينيش عليك. مفيش حاجة، بس الواحد مش ضامن عمر. اوعدني يا عمر انك هتبقى كويس. اوعدك حاضر، بس ما تكمليش كلام في الموضوع ده تاني. حاضر. ما تيجي ننزل؟ بعينك يا عمر. عايز ننزل معاك دلوقتي؟ انا مضمنكش. لا انا حبيبي، حد يخاف من حبيبه؟ انا رايحة المطعم لحسن انت بقيت مش طبيعي الفترة دي. استني علي. وراحوا على المطعم وفضلوا يهزروا مع بعض. طيب همشي انا علشان معايا معاك. معاد ايه؟ عناية بالبشر. ما انت زي القمر اهو، مش محتاجة حاجة. بس كده انا مش هستحمل. عمر احترم نفسك. انا ماشي. ركبت ملك عربيتها وراحت لهيثم. طلعت التحاليل وزي ما وعدت ما فتحتهاش. طيب يلا افتحها. هيثم فتح التحاليل وفضل فترة ساكت وما نطقش بحرف واحد. ملك بابتسامة. مفيش حاجة صح؟ أنا بقيت كويسة. أنا كنت متوهمة وبس. ملك، النسبة زادت عن آخر مرة. إيه؟ قصدك إيه؟ ملك اسمعيني، الأمل ما راحش. انت جسمك بيتقبل العلاج، يمكن علشان أهملتيه فترة. ملك بدموع. هسمع ايه؟ وأمل ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه فقد الأمل؟ ولما بقى عندي أمل وبدأت أخف وأشوف حياتي، اتسحب الأمل مني تاني وتعبت مرة تانية. بس المرة دي النهاية. لا لا، ما تقوليش كده. عمر ما الأمل بيروح. العلم اتقدم ودلوقتي نقدر نلحق نعمل عملية ونقفل الموضوع ده. وزي ما انت شايف عمر بقى كويس. كفاية ما تقولش الكلام ده قدامي. أنا مش هخف. أنا هموت، أنا عارف. أنا مش زعلانة على نفسي. عادي نروح في 60 داهية. عارف أنا خايفة على إيه؟ على اللي حواليا. أنا الأول ما كانش في حد ورايا، بس دلوقتي بقى عمر وحماتي وأهلي كلهم هيتعبوا بسببي. بس لأ، محدش هيعرف. محدش هيتعب بسببي. سامعني؟ محدش هيعرف يا دكتور. نعمة يا نعمة. نعم يا دكتور. مهدئ بسرعة. نعمة ادتها المهدئ ونيموها في الأوضة. نعمة بحزن. يا حبيبتي ما لحقتش
أول لما تفوت تنادوا علي، وخليكي انتي وفاطمة جنبها. وعند آدم وعمر خلصوا شغل وروحوا البيت عند ملك سوا. اتأخرتوا ليه؟ مستنياكم من الصبح. عمر باشا هيطلع عينه الأسبوعين دول بسبب فرحه بقى. وليه يا حبيبي تزنق نفسك؟ اتجوز يا حبيبي براحتك وسيب آدم للشغل. آدم بصدمة: شغل ايه اللي يسيبهولي يا حاج؟ لا ندولي بقى على اختي كده علشان تاخدلي حقي مني. نعم، انادي على مين؟ مش كانت مع عمر؟ بس انا سبتها من العصر وقالت معاها معاه زمانها جاي. طب حضري العشاء لحد ما تيجي. حضروا العشاء واتعشوا، وطلع آدم وعمر الجنين علشان يكملوا شغله. فكرني لما تيجي اختك اخد منها موقف. كل يوم تيجي متأخر، ده انا جاي قبلها. لا والله، لما نشوف، لانك اول لما بتشوفها بتبل. لا ده كان زمان، من دلوقتي في معاملة جديدة. اقولك مش هخرجها يومين كاملين. طب يلا يا اخويا خلينا نخلص اللي ورانا. وعند هيثم في مكتبه كان قاعد وهو مستني أزحى. في ايه يا هيثم؟ قلقتني، كلمتني وقلتلك فورا. دي تحاليل ملك، شوفها كده. مستحيل، النسبة رجعت زي الأول. جت تعمل آخر تحليل وكانت متوقعة إن هي خف. اتفاجئت بالنتيجة دي. فعلا انت قلت إنها يعتبر خف، وكمان كتبت كتابها على اللي بتحبه. هي عرفت وفضلت تعيط وتصرخ وخدت مهدئ، ودلوقتي نايم. حاجة تزعل إنها تفقد الأمل بعد ما كانت هتخف. صعبان علي. هتخف يا أسعد؟ أنا جايبك هنا تفكر معايا في حل. حل إيه؟ مستحيل دلوقتي، مفيش حاجة مستحيلة. أنا وعدتها هي وعمر إنها هتخف. قولي على أي حاجة نعملها، المهم إن ملك تخف. لو حصل لها حاجة مش بعيد عمر هو كمان يحصل له حاجة، وأهلها متعلقين بيها جدا، وياريت على أهلها بس. ده مفيش حد يقرب منها إلا لما يحبها. وأنا إيه؟ شكلها مش زي أي مريضة. أنا كنت واخد بالي من اهتمامك بيها، بس ما تصورتش إنك لسه بتحبها بعد ما خطبت. يمكن عندك حق، بس هي دلوقتي بقت زي أختي من ساعة ما اتجوزت وأنا خطبت. بس انت ما تعرفهاش، هي تعبت ومن حقها تخف وتعيش حياتها زي أي حد. طيب ازاي؟ العلاج ما ينفعش، والعملية نسبتها ضعيفة. مش عارف، فكر. طيب يا هيثم، هكلم صحابنا برا واقول لهم بسرعة يا أسعد علشان خاطري. ملك فايت يا دكتور. طيب أنا جاي حالا. وراح بسرعة على أوضة ملك. هيثم بقى لأ، في ايه؟ اهو على الحالة دي من ساعة ما صحي دموعها بتنزل ومش بتنطق. طيب روح انت. ملك أنا عارف إن اللي بتمر بيه ده صعب، بس فكري في أمك وأبوك وعمر اللي بيحب، اللي لو حصلك حاجة مش هيتحمل بعدها. ما اكدبش عليكي يا ملك، حالتك دلوقتي ما ينفعش معاها علاج، ومش عارف ينفع عملية ولا لأ. هي نسبة نجاح العملية مش كبير، بس احنا عملنا في ربنا كبير. عايزة امشي. هتقولي لحد حاجة؟ لا، مش عايزة حد يعرف. مش هينفع تمشي دلوقتي. لا انا عايزة اروح. يا ملك انت لسه تعبان. ملك مردتش عليه ونزلت ركبت تاكسي علشان ما قدرتش تسوق العربية في حالتها دي. وفي بيت ملك الكل بدأ يقلق عليها. عمر بعصبية: هتكون فين يعني؟ الساعة بقت 1 بالليل. اهدى يا عمر. اهدى ايه؟ مراتي من الساعة 3 سايبها، ودلوقتي 1 ولسه ما رجعتش، وتليفونها مقفول، وتقول اهدى؟ لا انا قلبي مقبوض، بنتي فيها حاجة. هنفضل نعيط كده؟ يلا بينا ندور عليها. ولسه هيخرجوا شافوا ملك داخل وشكلها بيترعش. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.